على فكرة الكلام ده غلط. الاهلي مش المدينه الفاضله ولا جنه الله في ارضه ولا الجنه الكرويه. جمهور الزمالك بيكره في النادي الاهلي ان جمهور الاهلي شايف ان الاهلي جنه وان اللي بيديروا النادي الاهلي ملايكه ما بيغلطوش. علشان كده لو رحت لاي زملكاوي وسالته تحب صالح سليم ولا حسن حمدي يكون الرئيس التاريخي لناديك واسطوره من اساطير ناديك، هتلاقيه بيقول لك طبعا. بس نفس الزملكاوي ده هتلاقيه بيقول لك ان حسن حمدي حرامي وان صالح سليم ده خمرجي واي كلام فاضي يملى بيه هوا. المشكله هنا مش في انهم بيكرهوا الاهلي لانه متفوق، لا 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 خالص. هو بيكره في الاهلي ان جمهور الاهلي شايف ان الاهلي المدينه الفاضله. الاهلي دايما صح والاهلي دايما ما بيغلطش وان اداره الاهلي دايما شايفه شغلها مظبوط وان الاهلي فوق الجميع وان اداره الاهلي القانونيه ما بتغلطش. على فكره الكلام ده غلط. الاهلي مش المدينه الفاضله ولا جنه الله في ارضه ولا الجنه الكرويه، ولكن بيتميز النادي الاهلي بان ادارته مش ملايكه، بس لما بيغلطوا بيصححوا غلطهم. صحيح ما بيطلعوش يقولوا احنا غلطانين، ولكن بيشوفوا الغلط ويروحوا يحاولوا يصلحوه ويحاولوا ما يكرروش الغلط. علشان كده النادي الاهلي بينجح وعلشان كده الكراهيه بتزيد، لان انت ما بتعترفش بغلطك وهم بيشوفوا الغلط ده خطيئه. يعني بالبلدي كده جمهور الزمالك نفسه يلاقي غلطه علشان يقول ان الاهلي غلط، نفسه يلاقي هزيمه علشان يقول ان الاهلي وحش، نفسه يقول ان الاهلي مش احسن مني. من الاخر كده الزملكاويه بيكرهوا في الاهلي انه احسن منهم. لو انت شايف اي سبب تاني يخلي الزملكاويه يكرهوا الاهلي قولهولي.